رمضان كريم. المسحراتي اللي كلنا من صغرنا اتربينا على صوت دقة طبلته وهي بتصحينا علشان نتصح، سواء في الشارع أو بصوت سيد مكاوي الجميل في الإذاعة. وهنا نيجي لسؤالنا المعتاد: إمتى بدأت العادة الرمضانية الجميلة دي؟ أنا إسلام خالد وجاي النهاردة عشان أقولك اللي جوه الحدوتة. حدوتة المسحراتي بدأت من زمان قوي، وقالوا إن سيدنا بلال بن رباح كان أول واحد يعملها لما كان بيصحى قبل الفجر يصحي الناس، منها يتسحروا ومنها يصحوا عشان يصلوا الفجر. لكن المسحراتي بالشكل اللي احنا بنشوفه دلوقتي اللي هو بيدق على الطبلة، كل الروايات أكدت إنه بدأ في مصر. المعلومة دي فاجأتني جدا، وهي إن أول مسحراتي كان الوالي عتبة بن إسحاق سنة 832 هجرية. كان بينزل بنفسه يصحي الناس عشان يتسحروا، وكان بيبدأ من الفسطاط وينتهي عند مسجد عمرو بن العاص، وكان بينادي في الناس ويقول: يا عباد الله تسحروا فإن في السحور بركة. نيجي بقى لمعنى كلمة مسحرات. كلمة مسحراتي اشتقت من السحور، وقالوا إن المسحر ده الشخص اللي بيلف في الشوارع معاه طبلة وعصاية بيطبل عليها ويصحي الناس للسحور. ومع مرور الوقت والزمان لسه المسحراتي في كل مكان وموجود معانا علشان يحسسنا ببهجة رمضان. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم.